موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا بالتوقيت الصيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يختتم اليوم الخميس فريق الكرة بالنادي الأهلي التحضير لمباراته أمام صن داونز غدا الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم بطاقة الصعود إلى نهائي البطولة القارية. وتعادل الأهلي سلبيا في مباراة الذهاب ويحتاج للفوز بأي نتيجة لضمان الصعود إلى المباراة النهائية، حيث يعكف مارسيل كولر المدير الفني على وضع برنامج تجهيز للفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهازه المعاون من أجل تجهيز لعيبة على أعلى مستوى. ويطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022 2023 24. مباراة الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا تقام في 7 مساء الجمعة الغد استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. الفائز من مواجهتي الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأرنولد الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا. طاقم التحكيم الذي يدير المباراة اختار كاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بييدا لإدارة مباراة الأهلي وسان داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسيعاون بيدا كل من الإيفواري آدو هيرمان والتجولي جوسان كوفي حكمين مساعدين، والرواندي سومائيل أوكواندا حكما رابعا. كما أعلن كاف تواجد الأثيوبي بملاك تاسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو الفار، ويعاونه من الرواندية سليمة موكا. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بين سبورت باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية. ودخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكر مغلقا أمس الأربعاء استعدادا لخوض مباراة صن داونز جنوب أفريقيا يوم الجمعة غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب أفريقيا. واستأنف الفريق تدريبه يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في المعسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم. ويعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على وضع خطة الفريق الأحمر لموقعة الإياب مع جهاز المعاون من أجل تجهيز لعيبة على أعلى مستوى، حيث يحدد البرنامج البدني والتدريبي الخططية التي سيؤديها اللاعبين خلال الأيام التي تشبق موقعة الجمعة الحاسمة في مشوار الفريق الأحمر نحو الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثا عن التتويج بالنجمة الثالثة عشر في تاريخ القلعة الحمراء. وحرص مارسيل كولر على مشاهدة مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي على ملعب لوفتس ببيتوريا بنصف النهائي، والتي انتهت بالتعادل السلبي من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف بطل جنوب أفريقيا وأبرز اللاعبين الذين يعتمد عليهم في اختراق صفوف منافسيه وأسلوبه في تحضير الهجمة وحالته في الوضعية الدفاعية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل، وأهم حاجة تصلي على النبي.